أيها الشعب التونسي الحبيب، هذا كعادته الإعلامي التونسي الكندي لطفي غرس يعود لكم من مدينة مونتريال ويعود إلى نشاطه. أردت فقط إعلامكم بخبر. كان الخبر عندما بحثت في الموضوع نزل علي كمواطن تونسي أعيش في كندا منذ 20 عام كصاعقة. وجدت الحقيقة التي يبحث عنها الشعب التونسي. سنة 2011 عندما تم اختطافي واعتقالي من قبل مخابرات العقيد معمر القذافي رحمة الله عليه، كنت قد سجنت في أكثر من 3 سجون. سجن مفتوح بمدينة طرابلس الليبية، العاصمة الليبية. سجن مفتوح، اسمه سجن مفتوح لأنه كان السجن به مرافق لا توجد في سجون أخرى، فلقب بسجن مفتوح. هو هذا السجن كان مقابلا لمركز طرابلس الطبي. فتحت ثقب لأسلاك كهربائية من الجهة اليسرى للزنزانة، فوجدت زملائي لطفي المسعودي وعمار الحمدان وزميلنا محمد من موريتانيا. وجدت 3 زملاء من قناة الجزيرة في الزنزانة اليسرى. تحدثنا كثيرا، ولذلك عندما غادر لطفي المسعودي السجن تكلم عن لطفي غرس وأخبر الرأي العام الدولي عن لطفي غرس دون أن يتكلم فيما يتعلق بموضوع الطريقة التي تخاطبنا بها. من الضفة الأخرى، الجهة اليمنى لزنزانتي، كنت وحيدا في زنزانتي. فتحت الثقب الذي تمر به الأسلاك الكهربائية، فوجدت شقيق رفيق بوشلاك صهر راشد الغنوش. اسمه سفيان بوشلاك، هو طبيب أسنان دونتيست في جابس، وبالتحديد في الحامة. سألني: من أنت؟ قلت له: أنا صحفي. فقال لي: إن شقيقي زميلك. قلت له: من هو شقيقك؟ قال لي: رفيق بوشلاك، يعمل في قطر في قناة الجزيرة على ما أظن، بأنه كان مدير أو ما شابه ذلك للعلاقات الدولية بقناة الجزيرة. فأخبرني بما حصل له. تحدثنا كثيرا. أخبرني أنه تم إلقاء القبض عليه بسيارته من نوع جتة في التراب الليبي، وكان يحمل معه أسلحة وقنابل وأقراص بما كان قد ذكرها العقيد معمر القذافي رحمة الله عليه، حبوب الهلوسة، ومبلغ مالي قدره 30,000 دولار أمريكي. أسلحة وقنابل وحبوب هلوسة، مجموعة كبيرة وجدوها في سيارته. فتم إلقاء القبض عليه. حكاني بأنه تم تعذيبه العذاب الذي لا يمكن وصفه. كان يغمى عليه من العذاب والضرب. فأمرني أو أعطاني وصية بأن أخبر شقيقه. عندما غادرت سجن ليبيا أخبرت زملائي في قناة الجزيرة فأخبروا شقيقه، ومن حينها لم يكن لي اتصال لا رفيق بوشلاكة ولا شقيقه سفيان الذي كان في سجون القذافي. بدأت البحث
فاتصل بي من ليبيا شقيقة شخص المهنة الصحفية تمنعنا من ذكر اسمه، شخص كان يعمل مع المخابرات العسكرية التابعة للعقيد معمر القذافي، فقال لي عندي سر أريد أن أبوح به إليك. فقلت ما السر؟ قال لي هل تعلم أن سفيان بوشلاكة شقيق رفيق بوشلاكة قد غادر سجون القذافي أيام القذافي قبل موت القذافي رحمة الله عليه؟ قلت له والله أنا تصورت بأنه غادر إثر موت القذافي. قال لي لا، قال لي لا، والطريقة التي غادر بها سفيان بوشلاكة سجون القذافي ألا وهو المليار التونسي بالتنسيق مع راشد الغنوشي طلبوا، ليست السلطات الليبية التي طلبت، بل يعني عنصر هام في المخابرات العسكرية تلقى مبلغ مالي قدره مليار تونسي مقابل إطلاق سراح سفيان بوشلاك شقيق صهر راشد الغنوش به. والله فيما يتعلق يعني لإنقاذ نفس بشرية ممكن ندفع فلوس، لكن لماذا ندفع أموالا باهظة لشقيق وزير الخارجية حينها التابع للنهضة، ولا ندفع ولو دينار واحد يعني باش نخرجوا إخواننا الآخرين التونسيين بالمئات مختفين في ليبيا، بالمئات إن لم نقل الآلاف إلى يومنا هذا لا خبر لهم، وأولهم نذير وسفيان، نذير وسفيان الشرابي زملائنا. لم تحرك السلطة التونسية ساكنا لا تجاه نذير ولا سفيان ولا آلاف التونسيين والتونسيات التي يقبعن في سجون الحكومة الليبية أو في سجون حفتر أو في سجون الميليشيات التي تطالب بأموال مقابل إطلاق سراح يعني أحبابنا التونسيين. هذا وين مشى المليار التونسي يا شعب تونس الحبيب؟ هذا وين مشى؟ ونأكد لكم أنه لطفي غارس لما كان في سجون القذافي لم يدافع عنه السبسي حينها، أكل 6 شهور اللي شدهم السبسي الهدف فقط هو يعني مسح جميع الجرائم التي ارتكبها الأمن السياسي التونسي الذي أسسه الباجي قايد السبسي في عهد السياسة البورقيبية، إلى أن ثار الشعب التونسي والثورة الغالية الحبيبة وعاد السبسي للحكم لمدة 6 أشهر. ونذكر الناس الكل أن السبسي أول قرار هو إلغاء الأمن السياسي من تونس، هو اللي فتحه، هو اللي ألغاه، لأنه يعلم جيدا أن محكمة لاهاي الدولية لو تتحصل على بعض الوثائق التي ارتكبها الأمن السياسي التونسي، من الذي سيحاسب؟ من الذي سيمتثل أمام محكمة لاهاي الدولية؟ هو الباجي قايد السبسي مؤسسها. ولذا امسح كل شيء وتم إتلاف جميع الإثباتات التي تثبت وتدين الباجي قايد السبسي وحلفائه من الأمن السياسي. ولذا يا شعب تونس الحبيب، سواء يعني إذا كان يعني بالدين راهم يغالطوا فيكم، سواء بالدين قاعدين يغالطوا فيكم، أو بالسياسة أو بمكرهم أو بما شابه ذلك راهم يكذبوا عليكم. وهاو المليار وين مشى؟ مشى لشخص يعني شخص يعني ذو سلطة في المخابرات العسكرية التابعة للعقيد معمر القذافي، ومشى المليار من دم الشعب التونسي من قبل من هم يعني يرتدون قناع الله أكبر الله أكبر.
هذا يحكي عليهم ربي سبحانه وتعالى، يحكي عليهم ربي سبحانه وتعالى عندما قال في آياته الكرام، في العديد من آياته الكرام. نقول لكم على آية منهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. وكذبت النهضة، وكذب نداء تونس، وكذبت جميع الأحزاب السياسية بالعالم العربي والإسلامي دون استثناء، دون استثناء. فقط هذا هو المليار وين مشى، وإن شاء الله يرجعوه. كذبوا عليكم وقالوا لكم راهو رجع المليار وللوزارة ومانيش عارف وللمالية وزارة المالية ورجع المليار. ما رجعش المليار، لأنه اللي كلمني من ليبيا يتكلم في الحق وتكلم كلمة الحق، ولذا هو غادر ليبيا. نعلمكم أنه غادر ليبيا خوفا على حياته وحياة عائلته في دولة أخرى. ولكن هنا عرفنا يا توانسة وين المليار التونسي وين مشى. بالله كان تعملوا مزية يلي قاعدين تتفرجوا من نهضة أو من نداء تونس، والله العظيم راهو شتمكم للطفي غرس أو سبكم أو ما شابه ذلك مقابل يعني بضع دينارات من نداء تونس أو النهضة اللي مكلفتكم باش تدخلوا للمواقع التواصل الاجتماعي وتسبوا كل واحد يحاول يكشفهم. راهو ربي سبحانه وتعالى أنا ما نردش عليكم السب جامي. أنا عندي الفيسبوك أعطاني أوبسيون اسمها بلوكي، بلوكي نقطة أرجع للستار. وقتاش ترجع؟ وقتاش؟ راهم باش يتبرؤوا منكم، باش يتبرؤوا منكم، راهم باش يتبرؤوا منكم. كان نهضة تبرأت في عهد بن علي من الناس اللي تبعوها ودخلوا للحبوسات. راجل الغنوشي مشى اخرج مشى لبريطانيا، عائلته اللي جات تقرا هنا في مونريال، اللي مشات تقرا في بريطانيا، والفلوس موجوده والدولارات موجوده، وبيرو النهضه في فرنسا يبيع في انتمائك بطاقه انتمائك الى النهضه، يبيع فيها ولا وصلت 20,000 اورو باش نعطيوك بطاقه وتقدم بها اللجوء في فرنسا وتتحصل على الاوراق والاقامه في فرنسا. لشكون يعطوا فيها؟ لبائعي المخدرات. وهذه من سورس اوفيسيال. هذوما قاعدين يتاجروا بالدين، هذوما قاعدين يتاجروا بالدين. وللاسف الشديد شعب تونس اعطاه فيهم الثقه لانه ما عندوش خيار اخر. يا شعب تونس هو عندكم خيارات اخرى، خيارات اخرى في الطريق، والحرب متاعنا تنتهي معهم في الانتخابات القادمه اذا كان ما بداتش ثورة قبل الانتخابات القادمة حسب الدستور التونسي الذي ينص في صورة ما فشل الحكومة يجب إعادة الانتخابات. وأنا قاعدين نراقبوا ونتابعوا كل شيء، وإن شاء الله بإذن الله السميع العليم في لقاءات أخرى. وانتظروا فيديو الإمارات حول ما يتعلق بالمرأة التونسية والقانون أو القرار الذي اتخذ من قبل عملاء الصهاينة بالإمارات العربية المتحدة. بارتاج الفيديو هذا يرحم والديك، لأنه كاميرات الفيسبوك أقوى بكثير من كاميرات المحطات التلفزية المأجورة. لم يبق لنا إلا أن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.